انت جيت في كورة زي دي وقعدتوا تصيحوا دي ما فيهاش حاجة، دي ردة من رجليه ومن الأرض ومن جسمه ومن جسمه كله ومن الحتة ودي 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 وقعدت تصيح. لما جينا الكورة دي دي لمسة يد واضحة، لمسة يد واضحة على لاعب انبي. هي لمسة يد، انا بقولك لمسة يد بس ما تتحسبش ضربة جزاء. زي ما حصل كورة في أول الدوري كانت على سيد نيمار أول ماتش للزمالك في الدوري واتحسبت ضربة جزاء لعبد الله السعيد ولا زيزو مش فاكر. كورة زي دي اتحسبت. ليه دي ما اتحسبتش بقى؟ اللي هي بتاعت دونجا، اللي هو لطشت من رجليه اللي نزلت في ايديه وهو قاعد على الأرض. لا ده قاعد على الأرض جسمه مختل جسمه. طب ما ده مختل جسمه لاعب انبي، لاعب انبي مختل جسمه برضه. ولا ده مختل جسمه حاجة تانية، ولا هم اخترعوا حاجة تانية للاعيبة انبي؟ لان جمهور الزمالك عقليته بجد عقليته معديه الفلنكات. مفيش عقليه زي جمهور الزمالك. جمهور الزمالك اي حاجه تمشي قاعد يقول لك مسرحيه ومحمود البنا اهلاوي، انا ناوي محمود البنا اهلاوي وطلع اهلاوي فعلا. اهلاوي بيجاملكوا اهو. بتيجوا تتكلموا على المجاملات بتاعتنا دي مجاملات عندكم انتوا. ده ما فيهاش حاجه، ده ضربه جزاء صحيحه، حكام شريفه حكام عفيفه. في كرة تانية لأحمد أمين أوفا منزل صورة على الستوري بتاعه مش متوقع، هو بيضحك ضحكة هستيرية، ضحكة هستيرية. ازاي دي ما اتحسبتش؟ طلعتوا برضك صيحتوا في كورة فخر الدين بن يوسف أمام الشناوي. ده حضنه، ده بايسه، ده كانوا مع بعض في أوضة النوم، ده كانوا بيبوسوا بعض. ايه يا عم، ايه يا عم، ايه انتوا ما بتكلموش كلمة حق؟ ده احنا في رمضان كمان يعني ما تقولوا كلمة حق. الواحد طلع قال لك ضربة جزاء على الاهلي. إيه اسمه ده؟ الكرة بتاعت سيد بتاعت دونجا اللي هي ما اتحسبتش لمسة يد دي، قلنا لك كان عليها في نفس الماتش في اسمه ده في طرد اللاعب الزمالك كان داخل قاطم وش رجل لاعب الاسماعيلي. بتطلع تتكلم مرة واتنين وتلاتة ومحدش بيكلمك. انت كجمهور ما بتفهمش. اكتر جمهور ما عندوش عقلية هو جمهور نادي الزمالك اللي بيطلعوا يصيحوا. في جمهور بيفهم وفي جمهور ما بيفهم، زي في النادي الاهلي في جمهور بيفهم وفي جمهور ما بيفهم. بس معظم جماهير الزمالك ما بتفهمش. ليه بقى؟ بيحبوا لان مش لاقيين حد يسندهم، مش لاقيين حد يسندهم عشان يوصلوا للاهلي. هم عايزين اللي يسندهم ضربات جزاء كل ماتش. كنت بشوف شايف واحد امبارح ساعة الماتش يقول لك ايه، اخيرا جاملتونا، احنا بقالنا كتير ما شفناش ضربات جزاء. ايه يعني انت عايز ال 17 ماتش ولا ال 17 دي 7 و8، 7 و8 دي 3 و5 25 ماتش، 25 ماتش للفرقة عايزهم ضربات جزاء؟ ايه؟ حطها في دماغك ان في حاجات كتير اصلا ما بتتحسبش في اوروبا اوسخ من دي. فبجد انا عايزه اقول لجمهور الزمالك انت تكبر دماغك شويه، ما تبقاش عقليتك مقرفه قوي كده. كل حاجه ضرب جزاء، كل حاجه فاول، كل حاجه للزمالك. يتحسب عليكم حاجه ما فيهاش حاجه، يتحسب عليكم حاجه ده هو لمسه، يتحسب عليكم حاجه هو كلمه. فجمهور الزمالك لازم عقليته تكبر شوية. انا ما شفتش واحد في جمهور الزمالك عقليته عدلة بجد. فبجد بقول ان التحكيم في مصر زبالة، مش بقول على الزمالك بس، التحكيم في مصر نفسه زبالة. لازم نغير من التحكيم، لازم نجدد. الناس ظهر في اول ايام رمضان في دورة رمضانية محمد الصباحي ما حسبش ضربة جزاء لمسة يد باينة. فدي مش حكام، دي مش منظر حكام، ده جسم حكم محمد الصباحي. محمد الصباح حكم ماتش الزمالك وزاد، ده كان جسم حكم. فبجد لازما يعني احنا اكبر غلط حصل في مصر انه مشوا مارك كلاتنبرج عشان بدأ يتكلم في الصح والكلام ده، فمشوا مارك كلاتنبرج. فده لو انتوا عايزين تظبطوا مصر تاني ترجعوا رئيس الحكام السابق مارك كلاتنبرج وبس كده.